الوضع ايه مش فاهم؟ وضع النادي طنطا وحضرتك دلوقتي في نادي طنطا. ايه المشكله يعني انا مش عارف يعني ايه الوضع ايه يعني؟ امشي يعني؟ لا انا بسألك، انا بسأل حضرتك الوضع دلوقتي هيبقى ايه؟ الوضع ايه في ايه؟ بسأل حضرتك دلوقتي عن الوضع دلوقتي، حضرتك بعد خسارة النهارده الوضع ايه؟ لا مش هاخد راحتي، اصل هو سؤال بصراحه رخم قوي يعني، بجد يعني رخم قوي يعني انت مثلا لما معايا لعيبه نيمار وميسي والكلام ده وبخسر يعني ولا ايه؟ وده ملعب يتلعب فيه؟ لا يعني ده ملعب ويتلعب فيه كوره؟ فين اتحاد الكوره من الكلام ده؟ طب لو اكلمك عن الماتش، يعني حضرتك شايف النهارده اللي انت في الشوط الاولاني بالذات ممكن تكون اللعيبه ضيعت الفوز، هو من بعد ضياع فرصه او اتنين، في 3 فرص تقريبا منهم انفراد ما يضيعش. من مين؟ رقم 21 من عندنا ولا؟ من عندك. الكره اللي استلمها هنا غلط. طيب ما هي الكرة، بص الكرة ليك وعليك، بس ده ملعب ما تلعبش عليه، ده من الاخر يعني، واخد بالك؟ وبعدين انت خسران بضربة ثابتة، مش خسران كورة. انت بتقول لي انت رحت، اقول لك على حاجة، يعني النهارده عشان الملعب زي ما انت شايف كده لعيبه الكوره كلها قاعده بره بس، فده تقول لي الوضع ايه ومش الوضع ايه، الوضع ايه يعني؟ هي كانت مثلا ماشيه اول وانا هبطتها لا ولا من البدايه يا كابتن رضا، لما بصل حضرتك دلوقتي الوضع ايه؟ حضرتك دلوقتي في المركز الاخير، فالوضع ايه دلوقتي في المنافسه؟ ممكن تعود، ممكن ترجع تاني للمنافسه؟ ترجع تاني، احنا لسه مدعمين النهارده وامبارح واول امبارح، واخد بالك؟ وبعدين انت مش هتلعب السنه دي على طول، انت هتلعب السنه دي ان شاء الله ان انت بتعد تيم للسنه الجايه، انت ما كانش عندك تيم. ما بقول لك بقى الوضع ايه يا كابتن رضا؟ يبقى كده حضرتك وضحت الصوره، لان بس حضرتك الوضع ايه؟ جمهور طنطا والناس اللي في طنطا بيستنوا، ما ثواني انا هقول لك، مستني طنطا يرجع تاني الدوري الممتاز. حضرتك دلوقتي بتتكلم دلوقتي، ما حضرتك الكلام اللي بتقوله دلوقتي حاجه تانية خالص. ما هو ده اللي حقيقه. طب ما انا كنت ممكن رميت الفوطه، كنت رميت الفوطه وكان جاي لي عقد من الدوري الممتاز وكنت سبتهم ومشيت، واخد بالك؟ بس عشان الاستاذ فايز قلت لا، مش زي انا المدربين التانيين. حضرتك وضحت الصوره كده، يبقى السؤال مش رخم. لا رخم طبعا.